انا في ريستارت، عاصمه المزاج والروقان والفصلان، اللي هو بقى مش في دهب ومش في جزيره بالي ومش في سيوه، فين؟ في الهرم. تعالى يا احمد، تعالى يا احمد، تعالى يا احمد. انت فين يا استاذ مصطفى؟ خش يمين يمين يمين، ايوه بس تعالى يا احمد. انا في النسخه الثانيه من فيلا ريستارت، اللي لما صورت الفيلا الاولانيه من بعدها تقريبا نص الناس اللي بتقابلني في الشارع بتسالني عليها. تعالى اوريكم تفاصيل ابهار. اوب، ايه بقى؟ انا عايزكم تتخيلوا المكان اللي انا فيه ده مكان بيتأجر برايفت، يعني ليك انت وزوجتك، انت واسرتك، ليك لوحدكم. المكان مقفل. اطلع كده يا احمد وريهم ان المكان مقفل من كل ناحيه. انت حمام سباحه لسه في اماكن ثانيه هوريها لكم. ده كله ليك انت لوحدك، اللي هو المعنى الحرفي لكلمه ريستارت. اوريكم بقى اماكن ثانيه، ورينا اماكن ثانيه. وده الماستر سين بتاع الفيلا. اظن مكان بفيو ابن لذينه. اي حاجه اي وصف هقوله الحقيقه مش هينفع. اظن الصوره تغني عن اي كلام. المكان تفاصيله مبهره. خلاص بصيت على ده، كنت عايز اوريكم الحمام. حمام جامد قوي. تعالى يا احمد. دي القعده الاساسيه اللي هو انت تبقى قاعد فيها، يعني انت جوه البول نفسه. المكان من كل ناحيه عينك لو ضربت في اي مكان فوق او تحت يمين او شمال هتحس بشيء مختلف. هنا حمامات جامده جدا، يعني التفاصيل في دي بقى دي اللي خطفت قلبي من ساعه ما دخلت. اولا طبعا الانتريه انتوا شايفينه معمول كله من خشب. هم حريصين على ان يبقى كل تنتوفه حاجه طبيعيه جدا. المكان احنا في الشتاء والمكان بتدفي. الدفايه دي الحقيقه لوكيشن تصوير بنت اللذينه، عجباني جدا. وكلها طبيعي طبيعي، كله حجر وكله خشب وكله حديد، يعني كلها حاجات طبيعيه جدا. ده رخام بالمناسبه، الرخام المضيء ده تحفه. دي مصطبه كده عشان لما تبقى عايز تقعد على المصطبه. ده باب السعاده. هخش واقول لك، قول لي افتح يا سمسم يا احمد. قول لي يا احمد، قول افتح يا سمسم. افتح يا سمسم. لا قولها عنف كده. تعالى يا احمد. الاول ده الساونا. تعالى، ده الساونا. وده ايه بقى؟ البرنس ده. تعالى يا احمد. ده كهف ملح برايفت، كهف ملح بتاعك انت وزوجتك لوحدكم. تمام. اوريك بقى هنا ده الستيم. فاكيد لو دخلت انت مش هتشوفوا حاجه. فتعالى يا احمد. يا نهار ابيض. طب اقابلكم عند الجاكوزي. ليله الدخله، الهاني مون، عيد جوازكم والنبي. بص، ده حتى المكان بيقول لك يعني تخيل تبقى انت جوه الجاكوزي والمنظر ده اللي قدامك. اللي عيد ميلادها يا جماعه، حتى في حياتنا احنا الشخصيه الزوجيه كلنا محتاجين نعمل ريستارت. احنا اكبر مشكله بتقابلنا هي مساله الرتابه، الملل. يوم او ليله واحده في مكان زي كده فعلا كفيله بانها تعمل لكم ريستارت. زي ما الكتاب بيقول، الناس كمان هنا دماغهم حلوه، الناس عاملين تفاصيل لطيفه جدا عمرك ما كنت تتخيل انها ممكن تبقى موجوده في القاهره. لا الحقيقه مكان يعني ريستارت على حق ربنا يعني. بس كده. كان معاكم مصطفى محمود وماذا جنجي. ده جاكوزي بالمناسبه يا جماعه، ولو موسم المانجا تاكلوا مانجا في الجاكوزي.